هلو ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهارده هقدم لكم احلى وصفه بطاطس بيوريه بالخضار خطيره. البطاطس من الاكلات المحببه لكل الناس وبتمتاز بطعمها اللذيذ والصحي عشان بتحتوي على كتير من العناصر الغذائيه وممكن نستخدمها في وصفات كتيره. تابعوني خطوه بخطوه عشان تعرفوا التركات والحركات. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ودعموا القناه بلايك وشير وكومنت جميل. يلا بينا نجهز البطاطس. المقادير: 1 كيلو بطاطس يعني حوالي 2.25 باوند، 2 معلقة كبيرة بقدونس، 4 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1 معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من بهارات ادابو. المقادير هتلاقوها في الوصف كمان. اول حاجة هنعملها في حلة كبيرة هنغلي فيها مية، وبعد كده هنغسل البطاطس بمية سخنة عشان تزيل اي اتربة او طينة بسهولة لحد ما المية تبقى صافية، وبعد كده بنصفيها كويس. واحنا بنغسل البطاطس بننقلها في طبق تاني، مش بنكب المية وهي البطاطس فيها عشان المية دي بيبقى فيها كل الترسبات. واحنا بننقي البطاطس الفاتحة عشان بتبقى حلوة وخفيفة وبتستوي بسرعة وبتبقى سهلة في الهرس وطعمها احلى وكمان حلوة في القلية. اما البطاطس الغامقة بيفضل استخدامها في الطبخ. كل حاجة ربنا خلقها ليها فوايد، بس محتاجين نعرف احنا هنستخدم الحاجة في ايه. انا هنا حطيت البطاطس في مية سخنة عشان اوفر في الوقت، بس احنا ممكن نحط البطاطس في مية باردة عادي ويسخنوا مع بعض. وعلى درجة حرارة متوسطة بنسوي البطاطس لحد ما تبقى طرية. عقبال ما البطاطس تستوي يلا نجهز الحشو. العصاج الصيامي. المكونات: 1 فلفل رومي، 1 بصلة كبيرة، 4 جزر متوسطة، 2 طماطم متوسطة، 1 حزمة شبت، 2 كوب من السبانخ الصغيرة أو ممكن نستبدله بالمشروم، ملح، فلفل اسود، زيت. بنقشر الجزر ونغسله كويس، وبنقطع الجزء الأخضر اللي من فوق والجزء اللي من تحت، وبنسلقه مع البطاطس لمدة 10 دقايق. ودلوقتي هقول لكم على طريقة غسل الخضروات عامة. في طبق كبير بننقع الخضار في مية مضاف إليها معلقة صغيرة خل لمدة 10 دقايق، ونشيل الخضار من طبق لطبق تاني، أو في مصفى تحتيها طبق، ونشيل المصفى ونغير المية. مش بنكب المية اللي ناقعين فيها الخضرة أو الخضار عشان بيبقى فيها كل الترسبات، وبنكرر عملية الغسيل لحد ما بتبقى المية صافية. السبانخ دي بنشتريها مغسولة، بس أنا هنا غسلتها غسلة سريعة. بنقطع البصل إلى قطع متوسطة أو حسب الرغبة. في طاسة كبيرة بنضيف معلقة كبيرة زيت زيتون، ولما الزيت بيسخن بنضيف البصل ونقلبه لمدة دقيقتين لحد ما البصل يدبل. بنقطع الفلفل إلى قطع متوسطة، وبنشيل البذور والجزء الأبيض اللي من جوه. بنضيف الفلفل على البصل ونقلبهم تقليبتين. بنقطع الشبت لقطع صغيرة، بناخد الورق وبنشيل العيدان. والشبت هو من الحاجات الأساسية اللي بتضيف طعم مميز لوصفة النهاردة. بنقطع الطماطم لقطع صغيرة وبنشيل البذور.
وبعد 10 دقايق بنشيل الجزر وبنقطعه لقطع صغيرة، أو ممكن تبشروه على حسب ما انتوا بتفضلوا. بنضيف الجزر وبنقلبهم تقلبتين. بنضيف السبانخ، بنضيف الشبت، بنضيف الطماطم، وبنضيف رشة ملح، رشة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة 7 بهارات. بنقلب الخضروات كلها مع بعض كويس وعلى درجة حرارة متوسطة. بنسوي الخضار لمدة 10 دقايق لحد ما يطرى، وبنرجع للبطاطس ونختبرها بالسكينة، ولو السكينة دخلت بسهولة معنى كده ان البطاطس استوت. بنطلعها في طبق وبنغسلها بمية باردة عشان بتسهل في عملية التقشير. بنقشر البطاطس وبنحطها في طبق كبير. بعد ما قشرنا كل كمية البطاطس، في كذا طريقة لهرس البطاطس. الطريقة الأسهل ممكن نهرس البطاطس في الكبة، أو إن احنا بنهرس بطاطساية في طبق صغير وبعدين بنحطها في طبق كبير. ده أسهل من إن احنا نهرس البطاطس كلهم في طبق واحد مرة واحدة. وبعد ما خلصنا هرس البطاطس بنعيد عليه تاني مرة تانية عشان نتأكد ان مفيش اي تكتلات. بنقطع البقدونس لقطع صغيرة جدا. وبعد كده بنضيف على البطاطس المهروسة الزيت، بنضيف توابل أدوبة، دي مجموعة توابل مع بعض بنشتريها من أي سوبر ماركت. بنضيف الملح والفلفل الأسود وبعد كده البقدونس، وممكن تضيفوا أي توابل انتوا بتفضلوها. بنمزج المكونات مع بعض كويس جدا ونتأكد ان مفيش أي تكتلات، أو حتى لو لقينا بنفتفتها بإيدينا. بنقسم البطاطس لنصين، وفي صينية مستطيلة مقاس 20×30 بندهنها بالزيت من كل الجوانب، وناخد نص كمية البطاطس ونفردها في الصينية بالتساوي. وبظهر معلقة أو بإيدينا بنضغط على البطاطس ضغطة خفيفة بحيث إن احنا نفردها في الصينية. وبعد كده بنضيف الخضار ونفرده بالتساوي. وبناخد النص التاني من البطاطس وبنفرده كويس، وبنحاول ان احنا نوزعه بحيث ان هو يملى الفراغات. بعد كده بندهن ايدينا بالزيت وبنحاول نضغط ضغطة خفيفة على البطاطس بحيث ان احنا نوزعها كويس. وبعد كده بنحط كمية كويسة من الزيت بنفردها على وش البطاطس، هي دي اللي بتساعد ان البطاطس تاخد اللون الذهبي.
الفرن سخن على درجة حرارة 350. بنحط البطاطس لحد ما بتاخد اللون الذهبي الجميل. لو لقيتوها احمرت من الجناب معنى كده ان هي استوت من تحت. ممكن تحطوها تحت الشواية لمدة 5 دقايق بس تتابعوها. ولما البطاطس تستوي وتاخد اللون الذهبي الجميل بنسيبها لمدة 30 دقيقة لحد ما تبرد، وبعد كده ممكن نقطعها. والتقطيعة دي على حسب الرغبة. انا هنا قطعتها على 8 قطع. وبكده بطاطس بيوريه بالخضار جاهزة للتقديم. الطعم والريحة رائعين، خفيفة وطعمة ما تقولش عليها صيامي من غير لحمة. جربوها وقولولي ايه رأيكم. بالهنا والشفا. انا بشكركم على المتابعة والكومنتات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي، اللي بتشجعني وبتدعمني. واستنوني مع وصفات تانية كتيرة جميلة ولذيذة. باي باي.